لكن يبدو أن الحديث القادم هو عن أبو تريكة، اللاعب الذي ربما شغل كل الأقطار العربية لحظة انتقاله إلى فريق بنياس، لأنه كانت عملية التفاوض في كل فترة صيفية وشتوية أن بنياس سينتقل إلى أحد الأندية الخليجية، قطر، السعودية، أيضا ربما قد يحمل احترافه إلى منطقة أخرى، إلى أن استقر أخيرا في فريق بنياس. يبدو أنها قد تقترب وقد تكون هذه آخر مباراة بالنسبة للاعب. أكيد على حسب المعلومات اللي موجودة أن يعني اللاعب مرتبط بعقد لمدة 6 شهور مع بنياس، والفريق الأهلي متمسك فيه في اللعب في الموسم القادم، إلا إذا كانت هناك مفاوضات على أكبر مستوى في الإمساك باللاعب. يعني بالفعل أن أبو تريكة يعني شفنا جماهير في أول مباراة حضرها من الإخوان المصريين حتى هنا في قطر يسألوني أبو تريكة حيلعب ولا لا؟ يعني ما يسأل على أبو تريكة. أكيد طبعا كاسم ما حد يختلف عليه، طبعا حصل أحسن لاعب أفريقي لفترة في فترة من الفترات، لاعب بالفعل يمكن الكل تكلم عنه، سواء اللاعبين اللي موجودين مع الإداريين. كان في حديث سابق مع بعض الإداريين، قال يعني ان بالفعل حصلنا يعني لاعب في قيمه اللاعبين المحترفين واكثر، احتراف الاخلاق، عند يعني لاعب منتظم، لاعب يعني يلم اللاعبين، عنده علاقات جيده مع كل الناس اللي هم موجودين. واتصور انه يعني في وجود لاعب مثل أبو تريكة في اي فريق اكيد انه إضافة للنادي وللفريق. جميل. دعونا الآن نستمع لاعبين الخور ماذا يقولون عن اللاعب محمد أبو تريكة. الوقت البديل شرف على الرحيل، حبوش يمر أبو تريكة، هي لأبو تريكة لبنياس، في لعيبه كبار نفس أبو تريكة نفس ما قلت، فهي لاعب كبير طبعا الكل يعرفه على مستوى الوطن العربي والعالم. اكيد راح ندش المباراه ونحترم كل خصم سواء محمد أبو تريكة او جميع لاعبين بنياس، لكن نفس ما قلت لك في المباراه 11 ضد 11 واللي راح يقاتل واقل اخطاء هو اللي راح ياخذ البطوله ان شاء الله. مسيك يا أبو تريكة، مسيك يا أبو تريكة يا ولد. فريق بنياس يعني ما وصل المباراه النهائيه الا هو فريق كبير، فريق قوي، عنده اسامي سواء لاعبين منتخب او كمحترفين، عندهم المهاجم، عندهم أبو تريكة. اكيد احنا بعد ما وصلنا النهائي عندنا بعد لعيبه واسماء، واكيد يعني هذه المباريات النهائيه ما تعتمد على الاسماء، من يعطي في الملعب هو اللي راح يفوز بالمباراه. طبعا اللاعب محمد أبو تريكة غني عن التعريف، وكابتن ابراهيم هو واحد من اللاعبين اللي ممكن نقول عنه من طينة الكبار، الذي ربما لا يتكبر على الكرة، لا يتكبر حتى على زملائه. نستطيع أن نشبه هنا بقطر براؤول الذي جاء وقدم الاستفادة الكبيرة بالنسبة لفريقه السد. نعم، محمد أبو تريكة أنا أعتقد بأن قيمة فنية عالية كان على مستوى المنتخب المصري أو الكرة المصرية، أو حتى في وجود الآن في بنياس في الكرة الإماراتية حقيقة، وأيضا استطاع أن يحصل على سمعة كبيرة في الوطن العربي وحتى على المستوى الأفريقي، وهو اللي حصل على أيضا أفضل لاعب في أفريقيا. أنا أعتقد بأن أبو تريكة نموذج رياضي يحتذى به في الخلق، في الالتزام، في الاحترام، في عمله، ادائه في الملعب، ولذلك اي فريق يستعين بابو تريكة انا اعتقد انه فريق موفق وفريق يعني ضربة معلم على ما يقال. نعم، وكسب ايضا من عوامل النجاح. دعونا الان نستمع للاعب محمد أبو تريكة بعد نهاية مباراة الذهاب، ماذا تحدث عن هذه المباراة وايضا ماذا تحدث عن مستقبله. طبعا المباراة الأولى خلصت الشوط الأولاني خلص نتيجة طيبة، إنما المباريات النهائية لا تحسم إلا مع صفارة المباراة الأخيرة. المباراة هتبقى صعبة، يبقى علينا نتيجة طيبة، إنما أعتقد المباراة لسه ما خلصتش يعني الحمد لله النتيجة طيبة. أنا بقول نتيجة طيبة، الشوط الأول خلص، الشوط الثاني اللي هيبقى في بنياس إن شاء الله المباراة هتبقى صعبة على الفريقين يعني. لا أنا لسه الأول عندي نهائي فركز فيه إن شاء الله، وبعد كده يبقى في كلام.